السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم السردين بجوج طرق، يعني مشوي في الفران كيجي لذيذ في نفس الوقت كيجي صحي على الصحه ديالنا. المهم كما كتشوفوا هي الكفته مشويه كتجي بحال ديال الغنمي، والسردين مشوي على طريقه بحال المجمر بالحامض والزعتر. يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه للسردين عندي هنا واحد الكميه ديال كيلو ديال السردين اللي قشرتها. المهم عزلت واحد 8 اللي غادي نشويهم بالفران، وهادو غادي ندير فيهم الكفته مشويه في الفران. صافي كما قلت لكم نقيتو، حيت ليه السنسول والراس هذا المصارن ديالو غسلته، حيت ليه القشره ديال برا وطحنتها على شكل كفته كما كتشوفوا. هاد الكفته ان شاء الله غادي نخلط معاها واحد البصله متوسطه اللي قطعتها رقيق، وشويه ديال الكمون، عفوا ماشي الكمون، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملحه، شويه ديال العصير الحامض، مقدار ما يعادل واحد المعلقه كبيره عامره، واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. صافي كما كتشوفوا غادي نحط دابا هذيك واحد المعلقه زيت نباتيه على السردين، واحد المعلقه كبيره ديال الحامض معصر. صافي كنجيب واحد المعلقه باش نخلط هاد المكونات. البنات كتجي بها لذيذه بحال الا ما كتاكليش، يعني الكفته ديال السردين كتكون بحال ديال الغنمي. ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو، قلت علاش لا، راه كاينين ناس جدد كيدخلوا معايا في القناه، علاش لا من نديرها معكم بجوج طرق، بالكفته وبالسردين الاخرى، كيجيو صحيين في نفس الوقت وكيجيو لذاذ. المهم كنخلط الكفته ديالي بحال هكا كما كتشوفوا. يدينا ضروري نستعملوهم، يعني المعلقه ما كتخلطش مزيان. وغادي ندير سميتو الكويرات على شكل، غادي يعني نكور هاد الخليط ديال الكفته ديال السردين على شكل كويرات ولا هكا مستطيلات شي شويه، وكنديرهم في اللاطه اللي كتدخل الفران، ودرت ليها الورق الغذائي بهكا نحصلوا على الكفته ديالنا ما كتلصقش في الطاوه. وهذا وفي نفس الوقت البنات سخنت الفران ديالي على درجه الحراره 200، يعني سخون مزيان ديال الكهربائي. وهذا كندخلوهم من الفوق ومن التحت، يعني الضو شاعل عليهم من الفوق ومن التحت. صافي وكندوز للسردين الاخر اللي غسلته سقطرته وفرشته في هذاك الورق الغذائي في اللاطه، ودرت ليه شويه ديال الزعتر من الفوق، وشويه دوائر ديال الحامض، وشويه الرشه ديال الملحه اللي هي اللي كتساعد باش تقشر لينا القشره ديالو من بعد ملي كيطيب. صافي كما كنوريكم دابا راه هذا جوج لاطات ديالي ديال السردين بجوج طرق البنات، ساهلين ولذاذين في نفس الوقت، كيجيو رائعين. نقدموهم مع الشطاطه ديال الرز بالصحه والراحه. المهم ملي خرجتهم البنات كيجيو بحال هكا. الكفته ديالها طايبه بزاف من الداخل ومن برا، كتشهي البنات واحد النسمه يا سلام. نتمنى تجربوهم ان شاء الله بهاد جوج طرق، اكيد غادي يعجبوكم. انا نجيو عاوتاني لهاد السردين عاوتاني بهاد الطريقه اللي مشويه البنات كما قلت لكم برشه واحد الملحه اللي كتعطيه سميتو، وكتقشر دغيا وكيجي الزيت ديالو باينه ولذيذ. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بجيم لي الفيديو، تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. شكرا للمتتبعين ديالي فيما كنتوا، على التعليق ديالكم الزوينه وعلى المتابعه وعلى النصائح ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، مع فكره جديده ووصفه جديده. بسلامه.